هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو النهارده بيتكلم عن النعم اللي ما تعرفش تداريها. زي ايه؟ جبت بيت جديد، دي نعمه مش هتعرف تداريها. طيب ولادك الناس عارفه ان هم ناجحين ما شاء الله، دي برضو نعمه مش هتعرف تداريها. طيب بمنتهى البساطه هتعرف منين الشخص اللي بيبارك من نفسه والشخص اللي متضايق ان انت عندك النعمه دي، ومنفسن بقى مستكتر عليك اللي انت فيه؟ الكلام ده كله احصن نفسي من الناس دي ازاي؟ بمنتهى البساطه هنقول المعوذتين وسوره الاخلاص، وفي دعاء بيقول اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. تمام، هنحصن نفسنا بكده. طب الناس بقى، نيجي نتكلم عن الناس اللي هي يعني مستكترة علينا كل حاجة، وازاي عندك النعمة دي ومش عندي. طب يا جماعة بمنتهى البساطة كده، طب ما تيجوا تفكروا معايا. لو انت عندك النعمة دي اللي هي موجودة عندي، هي اولا هي مش لايقة عليك. كل واحد ربنا رزقه بالنعم اللي بتليق عليه. انت ممكن تبقى عندك نعمة ما تبقاش عندي، هي النعمة اللي ربنا رزقك بيها هي الانسب ليك، هي مش هتليق عليا انا. وبرضو النعم اللي هو رزقني بيها ومش عندك هي لايقه عليا انا ومش لايقه عليك انت. فمش شرط النعم اللي بتليق عليك هتليق على غيرك. دايما النعم المتاحه هي الانسب في الوقت اللي احنا فيه او في المرحله اللي احنا فيها والاصلح لينا. لو قلت شويه او زادت شويه مش هنبقى بخير. ربنا ليه حكمة دايما في ان هو يدينا حاجة ويمنع عننا حاجة احنا نفسنا فيها بمنتهى البساطة. فنبقى راضين من جوانا ومتأكدين ان النعم المتاحة عندنا هي الانسب لينا، وان ولا هي زايدة ولا هي ناقصة، ده هو مديها لنا يعني مظبوطة عشان ما تبقاش الحاجة مؤذية لينا. تأكدوا ان ربنا سبحانه وتعالى هيرضينا طول ما احنا راضين بالمتاح، مش باصين للي في ايد غيرنا خالص. نحمد ربنا عليه وربنا هيفيد علينا بالنعم وهيرضينا كمان. خلي ثقتك في الله.